الدور اللي لعبته بريطانيا بالأزمة السورية هو دور مركزي، وبلش من قبل الأزمة السورية. رح أقضي عليه شوية وقت هون لأنه بظن بيستاهل أنه نسلط الضوء عليه. حاطط لكم هون صورة مبنى المخابرات البريطانية، يعني تلميح أنه الدور البريطاني كان مخابراتي لدرجة كبيرة. رح بلش أول شيء بجزء صغير من مقابلة مع رولان دومان وزير خارجية فرنسا السابق، في منكم سامعينها بس معلش اسمعوها كمان مرة. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue de destituer le gouvernement syrien parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. وزير الخارجية الفرنسي طبعا ما قلنا أسماء مين أصدقائه البريطانيين اللي قبل سنتين من الثورة السورية عرضوا عليه إنه يشتغل معهم على إسقاط النظام السوري. بس مو مشكلة، تعالوا نشوف نحن شو في عنا معلومات متوفرة عنا كتير. نبلش أول شيء بهذا اللي عم شوف صورته على الشاشة. هذا سياسي أمريكي قديم من الخمسينات ستينات وسبعينات اسمه هنري جاكسون، كان عضو برلمان بعدين رشح له للرئاسة مرتين وما نجح. طيب ليش عم نحكي عليه؟ لأنه بعام 2005 بإنجلترا شكلوا مركز أبحاث جديد بيهمنا أمره لأنه تدخل بالأزمة السورية كتير، وسموه بوقتها The Henry Jackson Society. طيب شو فينا نستنتج عن اتجاهات والإيديولوجيا تبع هالمركز الأبحاث والمجموعة اللي شكلته إذا مسمينه على اسم سياسي أمريكي من 30-40 سنة اختفى؟ 3 شغلات: هنري جاكسون كان أقرب صديق لإسرائيل معروف بالكونغرس الأمريكي. 2 هنري جاكسون كان يعني دائما بيحب يستعمل العنف والجيش الامريكي لتكسير راس الشيوعيه، وما عنده ما بيتفق مع حدا بس بنكسر راسهم وبننتصر عليهم. والشيء الثالث اهم اسماء النيوكونز مثل ريتشارد بول وبول وولفويز كانوا مدربين عنده بعد ما تخرجوا من الجامعه، هو ابوهم الروحي. لكان هذا تجمع لبريطانيين وامريكان واسرائيليين اللي بيجمعهم انه ما بيؤمنوا بالتفاوض مع اعدائهم، بفضلوا يتخلصوا منهم. نطلع على بعض الاسماء المشاركين. في كتير اسماء كبيره من انجلترا مثل رئيس المخابرات السابق سير ريتشارد ديرلوف مشهور، في وزير الدفاع السابق، في قائد قوات بريطانيه بحروب مختلفه سابقين. بس في كمان اسماء كثيره امريكيه كبيره: بيل كريستل ابو النيوكونز، كارل جورشمان رئيس الناشونال انداومنت فور ديموكراسي، كليفورد ماي رئيس الفاونديشن فور ديفنس اوف ديموكراسيز، دوري جولد سفيرة إسرائيل بأمريكا، جيمس وولزي رئيس CIA، جون شيهان قائد الأعلى لقوات الناتو، ماكس بوتمان كونسل اون فورين ريليشنز، ناتان شرانسكي معروف إسرائيلي متطرف يميني، ريتشارد بول مخطط حرب العراق، روبرت كيغان مخطط حرب العراق، وجوزا لفيكتوريا نولاند. هدول أسماء تقيلة كتير كلهم كانوا بالهنري جاكسون سوسايتي. لنفهم منطق البريطانيين اللي رادوا يشكروا الهنري جاكسون سوسايتي مع الأمريكان والإسرائيليين، يمكن بيفيد أنه نتذكر حركة أسست عام 1909 كان اسمها The Round Table Movement، كان هدفها توحيد جهود بريطانيا بوقتها مع مستعمراتها السابقة مثل كندا وأستراليا إلى آخره. هلا ما بعرف إذا في علاقة ولا عم بعملكم conspiracy theory. هذا اللي على الشمال اسمه فيليب كول، هو من مؤسسين حركة الراوند تيبل عام 1909. اللي على اليمين اسمه مايكل كول أو مايكل أنكرم، حفيده هو من مؤسسين الهنري جاكسون سوسايتي. هدول عائلة إيلي ماركويس أوف لوذيان، وهدول بيوتون إذا بدكم تشوفوا. هلا محاولتي لتشبيه اللي عم بيصير هون بالهنري جاكسون سوسايتي عام 2005 مع حركة الطاولة المستديرة البريطانية من عام 1909 مو غلط بظن. ليش؟ لأنه هي كمان تجميع للجهود البريطانية الأمريكية الإسرائيلية الحلفاء يعني ضد أعدائهم. ليش؟ بعد نجاحات للنيوكونز مع استلام جورج بوش الابن الحكم وشين يدخلهم بالإدارة بكل محل، وبعد 9/11 صاروا هن الأيديولوجيا تبعهم هي الطاغية، بلش الفشل. لأنه صحيح أول شيء عملوا حرب العراق مثل ما بدهم وأفغانستان وقدروا يطالعوا سوريا من لبنان، بس بعدين صارت سوريا رجعت تقوى، حزب الله رجع قوي، إسرائيل راحت بدها تضربه. بذكركم باللي قالته هون ميرياف وورمزر وحدة من نيوكونز زوجته لديفيد وورمزر، كان بدنا إسرائيل تروح تضرب سوريا دمرها وتخلصنا بقى منهم، وما عملت هالشي. غضبنا غضب كبير عليهم نحن بالبوش ادمنستريشن، فكانوا مو سعيدين، وسوريا كانت بمركز عدم سعادتهم.
يلي لسه ما مقتنع انه ليش دولة صغيرة مثل سوريا مهمة للنيوكونز لهالدرجة، رح احط لكم هالمقالة من واحد نيوكون معروف اسمه لي سميث من الهاتسون انستيتيوت بأمريكا، كتبها بالويكلي ستاندرد ببليكيشن كمان للنيوكونز. كتب: الجدال حول كيفية التعامل مع سوريا يشمل المنطق العاطفي بالإضافة إلى المنطق الاستراتيجي، يعني بيفكروا بعقلهم وبقلبهم لما يتناقشوا على سوريا الأمريكان. إنه نقاش تصل فيه المشاعر إلى مستوى غريب للغاية بالنظر إلى أن هذا البلد يعني سوريا ليس لديه أي شيء يضاهي أهمية روسيا أو الصين أو حتى إيران. وضع بفقرة ثانية: هذا هو النظام الذي يعشق الكثيرون في واشنطن كراهيته، والعديد من أولئك الذين يحتقرون النظام السوري موجودون في وزارة الخارجية الأمريكية. نرجع لورا العام 1996 لما تشكلت حركة نيوكونز الحديثة وقت انتخاب نتنياهو كرئيس وزراء إسرائيل. مجموعة إسرائيليين وأمريكان نيوكونز طلعوا وثيقة اسمها كلين بريك، اخترت لكم منها مقطعين لأنه هي أكتريتها كانت مركزة على سوريا وإضعاف سوريا. أول مقطع بيقول إنه إسقاط صدام حسين هذا هدف مهم بحد ذاته لإسرائيل، ولكنه كمان وسيلة لإحباط طموحات سوريا الإقليمية، رح يسقطوا صدام عشان يضعفوا سوريا. 2. تخشى سوريا من أن يؤدي محور طبيعي الذي يضم إسرائيل من جهة والعراق الأوسط، يعني بعد ما يسقطوا صدام يصير عراق سني بالوسط، وتركيا والأردن، إلى الضغط على سوريا وفصلها من شبه الجزيرة السعودية، وقد يكون ذلك مقدمة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط مما سيهدد استمرار وحدة سوريا. الشباب مخططين من عام 96، ما تنسوا. بين عام 96 وعام 2005 وقت تأسيس الهنري جاكسون سوسايتي الجماعة قدروا ينجحوا بإسقاط صدام، بإخراج سوريا من لبنان، بس ما تخلصوا من سوريا كليا. فشو نواياهم باتجاه سوريا هلا بهاللحظة؟ يا ساتر شي بيخوف، بس لسه عندهم مشكلتين كبار. واحد انه عام 2005 حرب العراق بلشت تفشل، عم بيموتوا جنود امريكان بالجمله، عم بيموتوا العراقيين بالاعداد اكبر بكتير، صار الشعب الامريكي كارهن، مقالات مثل ما شايفين كلها ضدهم. 2 هن صحيح خريجين هارفارد وييل وبرينستون، بس كمان كبار بالعمر، هلا صار في سوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وهذا ما بيعرفوا انه يستعملوهم، فشو يعملوا؟ فقرروا يشغلوا شاب صغير اسمه مايكل ويز شاطر بالحكي، حطوه مدير الإعلام تبعهم، حطوه كوميونيكيشن دايركتور اوف ذا هنري جاكسون سوسايتي، وحطوه بالوش. وفعلا صار يطلع كل محل عم بيناقشوا سوريا وكأنه هو الشخص عم بيلعب دور مركزي بالأزمة السورية. أنا بسميه ميني نتنياهو لأنه شاطر كتير بالحكي مثل نتنياهو. المهم شو الفكرة اللي كان عم بيسوق لك المحل؟ الفكرة بوضوح كانت أنه لازم ناتو يضرب الجيش السوري، ومو مش إذا ضربه لأنه الجيش تعبان بكفين بهرهر. ليش؟ شو الهدف النبيل من وراء ضرب الجيش السوري؟ مشان يحموا المدنيين السوريين، بدهم يشكلوا منطقة آمنة بالشمال والجنوب سيف زونز. وهي مثال من عام 2012 نيسان مايكل ويس ومعارضة سورية بلندن جنبه عم بيطالبوا بنفس الشيء. It took the mightiest army in the Middle East 4 weeks of heavy artillery shelling and the deployment of 7,000 soldiers to retake not a city but a neighborhood in a city that was held by a few hundred rebels armed with Kalashnikovs hunting rifles and maybe a few pistols. That doesn't sound to me like the mightiest army in the Middle East. Also, this notion of its air defense systems, we haven't hit on that point yet, but it's been alluded to, especially by the United States. Okay. Can I just make this one point? Yes. This is a country that was invaded, its airspace was invaded 3 times by the Israelis in the last 20 years, and 1 shot was fired against Israeli planes. Not 1 plane was shot down. This myth of a strong Syrian army is simply ridiculous. I think what we do absolutely need are safe corridors. هلا بالإضافة لنشاطه لمايكل ويز الإعلامي، أهم إنجاز للهنري جاكسون سوسايتي هو كان أنهم كتبوا وثيقة دراسة عن كيف الغرب رح يقدر يتدخل بسوريا، تدخل عسكري إلى آخره لإسقاط النظام. أول شيء اقترحوا أنه أفضل موقع جغرافي لمنطقة آمنة بسوريا هو رح يكون بمحافظة إدلب شمال شرق سوريا. ليش؟ لأنه في هونيك بترتفع المشاعر المناهضة للأسد، جماعة إدلب ما بيحبوا للرئيس الأسد، وحيث ستكون التوغلات البرية من قبل الجيش السوري لإدلب صعبة نظرا لأنه في سلسلتين جبليتين تحيطان بالمنطقة، ورح يستفيد ممر الإمداد من تركيا إلى جسر الشغور من التحصين الطبيعي للتضاريس السورية. وهالجزء مهم كتير، عم بيقولوا إذا لما نسمع خبر شي يوم إنه النظام السوري استعمل الكيماوي، هداك الوقت رح نكون جاهزين نغير مطالبنا من منطقة آمنة إلى إسقاط النظام كله.
وبيرجعوا للحكي عن إدلب بيقولوا ما لازم تكون بس مقر للمسلحين نبعث الأسلحة من تركيا، لازم تكون كمان مقر سياسي وإعلامي للمعارضة. وبالفعل مثل ما شايفين بهالخريطة كفر نبل أو كفرنبل اللي طلع منها كل النشاطات الإبداعية تبع الثورة هي فعلا بإدلب. فقرة أخيرا نسيت أحطها من هالمقترحات تبعهم من عام 2011، واضح فيها عم بيقترحوا إنه إسرائيل لازم تبلش تضرب الجيش السوري خصوصا أنظمة الدفاع الجوي. فسبحان الله شو شاطرين طلعوا هدول النيوكونز بالتنبؤ باللي راح يصير بالأزمة السورية بالعشر سنين اللي بعدها. يمكن كان فكرة أحسن ما يسموه لمايكل ويس مدير إعلامي، كان يسموه كبير المنجمين. بالمناسبة عام 2017 طلعت أنا هون على فرانس 24 مقابل مايكل ويس، كان هو كالعادة عم بيحكي إنه زعلان كتير على الشعب السوري وليش لازم الغرب يتدخل ويضرب. أنا قلت له أنت مانك إنساني، شو نسيان، أنت كنت تشتغل الشغل هذا للهنري جاكسون سوسايتي. فانصدم، شوفوا هون وشه، وزعل ليش عم بحكيش له شغلات قديمة. هلا التقرير اللي كتبوه والمقترحات اللي فيه بحد ذاتهم ما لهم وزن، لأنه طالعون مركز أبحاث أجنبي مليان مراكز أبحاث تانية، شو دخل سوريا فيها؟ فالمجلس الوطني السوري اللي كان الغرب وقتها بيعترف فيه انه هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، تبنى هالتقرير مثل ما هو تقريبا. أسامة منجد غير كم كلمة فيه. معناتها هلا صار شو؟ انه الشعب السوري بحد ذاته يطالب الغرب بالتدخل عسكريا بسوريا لتشكيل هالمناطق الآمنة بشمال وجنوب سوريا، يعني فصلها عن الدولة. وشلون بيصير هالشي؟ بالتدخل العسكري الغربي. وهالفقرة من التقرير بدون أي خجل بتقلك إنه فينا ندبر حجة للتدخل العسكري إذا أي قرار مجلس الأمن بس هيك بينتقد بشار الأسد، هي بتكفي قانونيا فينا نروح نبعث جيوش وتشتغل بسوريا. طيب ب 15 آذار 2011 بعدها بلشت مظاهرات بعدة مدن سورية، وشايفين هالفيديو اللي على الشاشة كلياتنا كنا نشوفه من مراكز إعلام دولية، عم بيتوزع كل الناس عندهم هالفيديوهات من كل المدن السورية. كيف كانوا يطلعوا هالفيديوهات من كل هالمدن؟ مين كان يجمعون ومين كان يوزعون؟ اللي كان يجمعون يوزعون عدة أطراف في صفحة الثورة السورية على فيسبوك، بس في كمان شيء اسمه Strategic Research and Communication Center، حطيت لكم إياه هون على الشاشة. هذا مفروض إنه مركز أبحاث سوري بلندن تشكل بهالبناية اللي شايفينها هون، منطقة كلها جوهرجية، ما بعرف ليش تشكل بهالبناية. وعام 2010 قبل الثورة بشي 6 أشهر ليش تشكل؟ ما كان بيعمل شيء. حتى راقبوا من وقت ما حطوا الويب سايت اونلاين، في ناس نبهوني عليه، صرت اراقب كل كم اسبوع طلع ما في شيء. ففجأة ب 15 آذار صار يجينا ايميلات من هالمركز الابحاث كل يوم، فيها مليان بعشرات الفيديوهات والقصص عن الثورة، بروباغندا رسمي، ناس محترفين جدا وعندهم امكانيات وراهم واضح. في اسم وحيد ارتبط بهذا المركز الابحاث، أسامة منجد. أسامة منجد كان المسؤول الإعلامي للمجلس الوطني السوري، بس أهم من هيك قبل لعدة سنوات كان بإنجلترا عنده شيء اسمه بردة تي في، محطة معارضة تلفزيونية. بعدين مثل ما شايفين بشاشة هون انفضح أنه إدارة بوش بعت لها 6 ملايين دولار للمحطة تبعه له مشان يعملوا شغل. بأيار 2011 النوفيل أوبزرفاتور فرنساوية كتبت عن منجد وعن غيره من ناشطين مقالة طويلة عن أسامة منجد. قالوا إنه هو أول شيء مدرب مع جين شارب أبو الثورات الناعم الأمريكي المعلم تبعهم كيف يعمل ثورات، وبعدين هو نفسه راح على الأردن وتركيا وجاب سوريين كان يجيبهم يدربهم كيف يعملوا ثورة، وكان يساعد بإدخال الإلكترونيات ومعدات التواصل مشان يستعملوها الثوار. هلا بيفيد نحكي عن دور الحكومة البريطانية نفسها والمخابرات البريطانية نفسها بالأزمة السورية. راح استعمل أمثلة صغيرة من مئات الوثائق اللي تم تسريبها من كم سنة من الحكومة البريطانية عن شغلهم بسوريا. بالمناسبة كل الوثائق اللي راح تشوفوها هون بهالقسم هي أنا أخذها موجودة أونلاين بعدة محلات، عم بنقلها مثل ما هي ومترجمة للعربي، فما عندي أي شيء أضيفه من عندي لإثبات صلاحيتها، بس شكلها مضبوطة كلها. نبدأ أول شيء بهالوثيقة من الفورين كومنولث أوفيس. عم بيطالبوا الحكومة البريطانية بدهم شركات عندها اختصاصات التالية: الاتصالات الاستراتيجية والأبحاث والمراقبة والتقييم والدعم التنفيذي. بعدين بنشوف شو يعني هدول. بيقولوا هون انه سيتم استخدام الاموال المجمعة من عدة مصادر اللي مخصصة لبرنامج الصراع في سوريا. عندهم برنامج جايهم تمويل من عدة مصادر، رح تستعملوا هالتمويل التابع لحكومة المملكة المتحدة
لدعم عمليات حكومة صاحبة الجلالة في سوريا. أوكي واضح. وبالفعل عدة شركات قدموا عروضهم للحكومة البريطانية ليش هن بيستاهلوا ياخذوا العقد، والحكومة عندها كتير مصاري وعطت عدة عقود لعدة شركات. هي اسم كم واحدة منهم على الشاشة. برجع بحط لكم شو المطلوب من كل شيء من هالشركات. كان هي شغلات مو قليلة كتير لأنه كلياتها جوات سوريا، تواصل استراتيجي جوات سوريا، أبحاث جوات سوريا، مراقبة جوات سوريا، تقييم جوات سوريا، ودعم تنفيذي جوات سوريا. يعني اختراق مخابراتي كامل. بهالخريطة اللي على الشاشة هون وحدة من الشركات عم تفتخر، آرك اسمها، قديش قدرت تخترق سوريا. طلعوا على الأرقام. شركة آرك هون عم بتقول إنه إنجازاتهم بسوريا 110 ورشات عمل نظموا، دربوا فيهم 1460 واحد، ما بعرف إذا سوري كلهم، ساعدوا 210 منظمات، وزعوا 53,000 قطعة من المعدات، 53,000 قطعة معدات، وزعوا $2,400,000 هيك كمان لناس بيستفيدوا. وبالمناسبة هي الخريطة هي ضمن تقرير شهري بظن كانت تقدمه كل شركة للحكومة البريطانية عشان يثبتوا لها انه عم بيشتغلوا بسوريا ما عم بيضيعوا وقت. بفيد نطلع على أمثلة محددة من نجاحاتهم بسوريا من تقاريرهم للحكومة البريطانية. شركة آرك هون مثلا عم تقول لهم لحكومتهم إنه عملنا حملة تواصل بسوريا كلها، مناطق النظام ومناطق المعارضة، مشان نشجعهم يستمروا بالثورة. عم نقول لهم شوفوا شو الوضع سيء هلا كله، بترضوا تضلوا بهيك وضع سيء لهالدرجة؟ تخيلوا قديش أحسن رح تصير سوريا لما تصير حرة وتخلصوا من الأسد وإلى آخره. وهون وحدة من الشركات عم تفتخر للحكومة البريطانية انه هن اللي اخترعوا فكرة انه الاسد وداعش وجهين لعملة واحدة، وقدروا يحطوا متحدثين يحطوهم بالاعلام بالجزيرة، ذا جارديان، CNN، ذا نيويورك تايمز، هي كل عبارة واشنطن بوست، وحطوا بوسترات والى اخره، ودربوا واحد معارض سوري يحكي بالعربي كمان عشان يبين انه السوريين اللي عم بيقولوا هالحكي مو هن. هلا بهالوثيقة هون بترككم تقروها انتم على رواق، بس عمليا فيها شركة آرك عم تفتخر انه هي عندها خبرة رائعة كيف قدرت تدير multiple donors، يعني جهات مانحة متعددة، و multiple implementers كمان، وجهات منفذة متعددة. وبعدين بحطوا لكم باخر الوثيقة عدد كبير كتير من الشركات اللي عم بتنفذ جوات سوريا، هن شركة واحدة بس. طبعا الحكومة البريطانية بتفضل هالاسلوب بالعمل، انه شركات خاصة عم بيتعاقدوا مع الحكومة هن اللي عم بيشتغلوا بسوريا، الحكومة نفسها ما عم تتدخل بسوريا. هلا بختام هالفقرة عن دور بريطانيا بالأزمة السورية رايد اورجيكم هالغلاف لمجلة الإيكونومست. مجلة الإيكونومست كثير منكم بيعرفوا انه كانت نشيطة جدا بالأزمة السورية، ما بتخبي انه هي بدها تدخل عسكري خارجي لإسقاط او قتل الرئيس بشار الأسد. بالغلاف هون حاطين صورته وكاتبين فوقها hit him hard، يعني اضربوا بقوة. ضربوا بقوة hit him hard هي مو انجليزي مرتب للإيكونومست يحطوه على الغلاف، الواحد بيستغرب كتير شو معناتها. رح لكم شو برأيي معناتها. هي رسالة للاوعي للي بيشوف هالغلاف. hit him، تعرفوا شو يعني hit him؟ طلعوا على الشاشة هلا. hit him يعني هتلر، هيملر مساعده، هدول اثنين الأسماء المكروهة جدا عند الغربيين. لما تشوفوا غلاف عليه hit him hard وصورة بشار الأسد تتذكروا هتلر وهيملر، معناتها هو شرير كالعادة مثل هتلر.